السلام عليكم خياتي ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد من قناة مطبخ هبة. كما راكم تشوفوا ثاني خياتي هذا التزيين الثاني تاع صابلي اللي كنا درناه صابلي الكيلة بالزيت يعني بكاس زيت اللي خرج لنا أكثر من 140 حبة. هذا التزيين الثاني راح يكون بذوق الليمون، على بالي كامل تحبوه، راح يجي منعش، يجي بزاف بنين بواحد الكريمة يا البنات بزاف هايلة وثاني خفيفة واقتصادية. هذه الكريمة البنات واش درت فيها، درت فيها 125 غرام تاع زبدة كما كنت في الفيديو السابق البنات، نفس المارغرين ونفس الطريقة استعملتها. درت فيها نص كاس تاع سكر غلاسي اللي عاد لرب مغارف، وزدت درت يعني طلعتهم مليح بالباتور حتى ولات لي كريمة. كما راكم تشوفوا البنات لازم تخلطوا مليح مليح باش هكذا تجيكم الكريمة خفيفة وهذيك الزبدة كامل تدخل في السكر. هذا هو القوام تاع الكريمة تاعنا. هنا البنات نجي نقسمها على زوج. القسم الاول هذاك البنات كنت درته معاكم بذوق الشوكولا وقلاصيت بيه هذوك القلوب تاع الشوكولا، وهذا الثاني البنات راح نديرو قلت لكم بذوق الليمون، راح يجي منعش، يجي بزاف هايل. شوفوا البنات طريقته ساهلة وثاني أنا نقدر نقول اقتصادية، ما فيهاش والو يعني ماهيش مكلفة، غير زبدة، سكر غلاصي. ودوك نعطيكم هاد المكون اللي راح يعوض لكم. شوفوا البنات هاد لاغوم تاع السيترو تاع القارص، فيه الذوق وفيه اللون، فيه الذوق تاعو بزاف هايل يعني ذوق الليمون. درت منه أنا كمية مليحة، بغيت يعطيني هذاك اللون الأصفر المليح. هنا البنات كما نقولوا طلّعتهم ولا خلطتهم مليح مليح، يعني خلطوا هذاك الذوق تاع لاغوم تاع الليمون. خيّروا البنات يعني يعني لاغوم اللي يكون عنده لون وعنده ذوق. هنا البنات درت كيف درت المغرف نتاع الماء باش تجينا الكريمة خفيفة، وهنا البنات ثاني ضفت نص مغرف تاع السيترون تاع القارص يعني عصير الليمون باش يعطينا ثاني هذاك الذوق أنا نبغي هذاك الذوق القاصح شوية. هنا البنات جيت عفوا نفخسي الحبات تاوعي. هنا كما تحبوا نتوما، أنا حبيت أني ندير غير طبقة تاع الكريمة فقط. نتوما تقدروا ديروه في الوسط يعني ديروا الكريمة ديروها في الطرف، وفي الوسط ديروا هذاك فغيوغ ولا تاع بذوق القارص، ولا ديروا ما على باليش أنا أي كريمة تخدموا هذاك سوبر كريم تخدموه في الدار ولا ثاني يجي بزاف هايل وبزاف بنين. أنا ما حبيتش نتعب روحي وثاني ما كانش عندي في الدار فدرت اكتفيت بالكريمة فقط. هنا بعد ما صاي البنات أنا حشيتها بالكريمة تاعي درتها في الفريجيدير، وجيت هنا نلون الشوكولا البيضا البنات. أنا باش ما تفسدليش الشوكولا البيضا كي نديرلها هاد لي غوب. شوفوا طريقتي أنا البنات جامي فسدت لي بهذه الطريقة. أنا قبل كي نقطعها ونديرها في طبسي ولا نديرها في غيسيبيون باش تذوب لي على حمام مائي، ندير معاها لاغوم، ندير معاها أي ملون حبيتو. شوفوا نهائيًا ما تفسدليش البنات، هذه الطريقة أنا معتمدتها من زمان، ما نخليهاش حتى تذوب وندير لها هذاك لاغوم، لا ثم أكيد راح تفسد. فندير لاغوم مع الأول، ومن بعد ما تذوب لي تمامًا نزيد لها مغرف تاع الزيت. هنا زدت لها درت غير 100 غرام، كانت عندي الحبات كانوا عندي قلال فدرت غير 100 غرام فقط. هنايا جيت نقلاصي الحبات تاوعي ثاني بطريقة سهلة ثاني كيف نقلاصي ونحي الزايد هذاك تاع الشوكولا باش ما تجيناش طبقة خشينة من الشوكولا كيما راكم تشوفوا. ثاني طريقة سهلة تاع القلاصاج. هنا بعد ما نقلاصيهم كامل نخليهم حتى ينشفوا تماما ونجي نزينهم. انا كانوا عندي هذاك التزيين هذوك الحبيبات تاع الليمون بعجينة السكر كانوا عندي من قبل زينت بيهم. تقدروا ديروا خطوط ثاني كيف تقدروا تخلوهم ثاني هكذاك عادي يعني يجوا بزاف هايلين. البنات هاد الجاتو تاع القارص أنا شوفوا بزاف نبغيه البنات، نبغي الذوق تاع القارص سورتو كي تكون فيه هاديك الكريمة لداخل، يجي بزاف بنين وبزاف هايل. أنا خسارة ما كانتش عندي، فدرت غير الكريمة هاذيك اللي خدمتها هذا ما كان. شفتوا البنات شحال ساهل
إن شاء الله برك البنات الطريقة تاع الصابلي البنات اللي سقساوني في الفيديو اللي فات، طريقة أني خادمة في فيديو كيلة تاع زيت، يعني كاس زيت راح يخرج لكم كمية معتبرة من الصابلي هكذا باش يهنيكم، يعني ما تضلوش غير تخدموا في العجينة، يعني معجينة وحدة وبكاس زيت راح تخرج لكم أكثر من 140 حبة، راح تنحي عليكم هذاك التعب تاع تضلوا تخدموا في العجينات، ويجي بزاف هايل وبزاف بنين كيما راكم تشوفوا البنات. هذه هي الوصفة تاع الليمون ولا تاع صابلي الليمون بالكريمة هذه اللي كنت خدمتها لكم جربوها البنات راهي بزاف هايلة وبزاف بنينة ومنعشة لمحبي الليمون. نتمنى فقط تجربوها وتنال إعجابكم، وأنا ما نطولش عليكم نقول لكم تهلاو في رواحتكم، فيديو خفيف ظريف وثاني فيديو يعني مفيد جدا. تهلاو في رواحتكم، إلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله.